ابل اعلنت من شويه عن الاي او اس 17 في المؤتمر بتاعها WWDC 2023، وطبعا كالمعتاد بيبقى في اسئله مهمه في الوقت اللي زي ده. اول سؤال، ايه هي المزايا الجديده اللي نازله في اي او اس 17؟ والسؤال الثاني هو هيبقى متاح امتى ان احنا نستخدمه او ان احنا ننزله على الاجهزه بتاعتنا؟ والسؤال الثالث، ايه الاجهزه اللي بتدعم الاي او اس 17؟ او بمعنى تاني، هل الجهاز اللي معايا هينزل عليه الاي او اس 17 ولا لا؟ طيب بالنسبه للمزايا اللي نازله في اي او اس 17، هم مبدئيا عملوا شويه تحديثات مهمه قوي للبرامج بتاعتهم، زي البرنامج بتاع الفون اب والاي مسج والفيس تايم. نبدا مثلا بتحديث ميزه قويه قوي في البرنامج بتاع الفون اب. ابل عملت ميزه جديده اسمها الكونتاكت بوستر. طيب ايه هي الكونتاكت بوستر دي بالظبط؟ الكونتاكت بوستر دي يا سيدي هي الطريقه اللي انت حابب الناس يشوفوك بيها لما تتصل بيهم، بمعنى ان انت من خلال الميزه دي بتقدر تختار الصوره بتاعتك اللي انت حابب الناس يشوفوها، تختار الفونت اللي يظهر بيه الاسم بتاعك، بتفضل تعدل جوه الكونتاكت بوستر زي بالظبط ما كنت بتعدل في اللوك سكرين، وكل ده علشان انت تظهر عند الطرف الثاني بالشكل اللي انت حابب ان انت تظهر بيه. طيب علشان تبقى متخيل، المكالمات اللي هتجيلك بعد كده مش هتيجي بالشكل التقليدي اللي هو يبقى فونت محدد اللي هو بتاع التليفون ومفيش خلفيه، لا، هتلاقي كل واحد عامل كونتاكت بوستر لنفسه، ولما يتصل بيك هتلاقي كل واحد ظاهر صورته بالشكل اللي هو محدده والفونت بتاع الاسم بتاعه وهكذا. فانا صراحه شايفها ميزه حلوه قوي. بس هنا في نقطه مهمه، واكيد ناس كتير هتسال في الموضوع ده، ان الموضوع ده هيبقى ما بين اجهزه ابل وبعض. يعني انا عامل كونتاكت بوستر هيظهر عند حد بكلمه ايفون، مش هينفع ان انا اكون ايفون وانت اندرويد ولما اتصل بيك يظهر الشكل بتاعي، الصوره بتاعتي والفونت بتاعي. غالبا دي هتبقى حاجه ما بين اجهزه ابل وبعضها. في ميزه تانية قويه قوي ابل منزلاها مع الابلكيشن بتاع الفون برضو، اسمها اللايف فويس ميل. طيب ايه اللايف فويس ميل دي؟ بص يا سيدي، انت احيانا بيجي لك مكالمات من ارقام غريبه وما بتبقاش عارف المفروض ارد ولا لا، او ده شخص مهم ولا لا. فالشخص ده المفروض ان هو اوتوماتيك بيدخل على الفويس ميل يسيب لك رساله صوتيه. بمجرد ان هو يدخل على الفويس ميل ويسيب رساله صوتيه، بيبدا الكلام اللي بيقوله ده يتحول لكلام او تكست يظهر على الشاشه قدامك، وبالتالي هتقدر تحدد اذا كان ده موضوع مهم ولا شخص مهم، وبالتالي تقدر ترد على المكالمه وترجع للشخص ده مره تانية. ومش بس هي مهمه مع الارقام الغريبه، لا، ده هي مهمه كمان مع اصحابك وقرايبك اللي بيتصلوا بيك، لانك احيانا بتكون في اجتماع مش قادر ترد على التليفون، فالشخص اللي هو بيكلمك ده بمجرد ان انت ما تردش عليه ويدخل على الفويس ميل او البريد الصوتي، بيبدا الكلام اللي هو كان عاوز يقوله لك بيتحول لتكست يظهر على الشاشه، وبالتالي هتقدر تحدد اذا كان الموضوع ده مهم يستدعي انك تسيب الاجتماع ده ولا لا. بس في الحقيقه مش معروف برضو الميزه بتاعت اللايف فويس ميل، هل هي هتدعم اللغه العربيه ولا لا. نروح للبرنامج بتاع الرسائل، وهم عملوا فيه بصراحه تحديث مهم قوي، اللي هو انت ازاي تعمل سيرش بشكل قوي. لان انا من الناس اللي كانت بتتعب جدا علشان الاقي رساله معينه، يعني عايز ادور على رساله معينه بتاعه البنك، انا كنت صرفت في مكان معين ما بعرفش اوصل للرساله دي تماما. فهم دلوقتي طوروا السيرش جامد جدا وحطوا فيه فلاتر بحيث انك تقدر توصل للرساله اللي انت عاوزها بسهوله. كمان في ميزه رائعه للرسائل الصوتيه، يعني تخيل مثلا انك قاعد في اجتماع وحد باعت لك رساله صوتيه وانت مش قادر طبعا تشغلها علشان الناس اللي موجودين حواليك، فالميزه الجديده دي بقت بتحول الصوت لنص كتابي مكتوب تحت الرساله دي، فبتقدر تعرف ايه هو محتوى الرساله من غير ما تسمع الصوت بتاعها. طيب في ميزه مهمه جدا في الرسائل اسمها تشيك ان. الميزه دي مهمه جدا للناس اللي بتسافر كتير، الناس اللي تمشي في اوقات متاخر، هتفيدهم جدا الميزه دي علشان في ناس تانيين يطمنوا عليهم. طيب الميزه دي تحديدا بتشتغل ازاي؟ هفترض دلوقتي ان انا مسافر من القاهره ورايح اسكندريه وهوصل الساعه 11 تقريبا، فببعت لواحد صاحبي التشيك ان على الرسائل، بيكون عارف ان انا بره البيت ومسافر وان انا هوصل البيت الساعه 11. لما الايفون بتاعي بيعرف ان انا وصلت البيت عن طريق الجي بي اس، بيبعت اشعار لصاحبي بيقول له جمال وصل البيت ومفيش اي مشكله. طيب لو اتاخرت بيبدا الموبايل يبعت له اشعارات يقول له خد بالك ان جمال كان المفروض يوصل الساعه 11 وهو اتاخر، وكمان بيبعت له اللوكيشن بتاعي، بيبعت له حاله البطاريه، بيقول له عنده شبكه ولا لا، يعني تقدر تتواصل معاه ولا لا، وبالتالي يقدر يساعدني. يعني من الاخر تشيك ان ده كانه واحد كده متابعك، بيشوفك انت وصلت للمكان اللي انت اتحركت له ولا لا، وبيطمن طرف تاني عنك. اعتقد دي هتبقى ميزه حلوه قوي ان احنا نشغلها مع اولادنا بحيث ان احنا نبقى مطمنين عليهم وهم بيتحركوا، وخاصه لو بيتحركوا في اوقات متاخره. وطبعا كالمعتاد مش هينفع ان هم يعدوا ابديت من غير ما يقعدوا يحطوا ستيكرز جديده، وحولوا كل الايموجيز لستيكرز، فانت تقدر تعمل ستيكرز كتيره جدا، تقدر تعمل لايف ستيكرز
وبطريقه ظريفه قوي بتقدر تسحبها كده من الكيبورد تحت وترميها على الشاشه، فبقى التعامل اظرف وبقى فيه اشكال كتيره جدا. طيب ميزه كمان حلوه قوي، يمكن من احسن المزايا في المؤتمر ده، ميزه اسمها النيم دروب. طيب النيم دروب دي عباره عن ايه؟ هي حاجه عامله زي الاير دروب، بس هي مخصصه ان انا ابعت رقمي لحد بطريقه سهله، بدل ما اقعد امليه الرقم وهو يقعد يمليني الرقم ونغلط ورنلي ورنلك. لا، كل الكلام ده بقى موضه قديمه. دلوقتي كل اللي هعمله علشان انت تاخد الرقم بتاعي وانا اخد رقمك، ان احنا نقرب الموبايلين من بعض، هيظهر الكونتاكت بوستر اللي انا اتكلمت عليه في اول الفيديو، وتقوم دايس شير كده، الارقام اتنقلت وكل حاجه اتنقلت وكده زي الفل. ومش بس التليفونات، انت هتقرب الموبايل بتاعك من الساعه بتاعتي وتقدر برضو تاخد رقمي وانا اخد رقمك. يعني مش شرط يكونوا 2 ايفون مع بعض، لا ممكن يبقى ايفون وابل ووتش. اخر ميزه من المزايا القويه اللي هم نزلوها في iOS 17 حاجه اسمها الستاند باي. الستاند باي ده عملوا تغيير جذري في شكل التليفون وهو مقفول، وبصراحه حاجه يعني عملوها بشكل حلو، لان شاشه الموبايل وهو مقفول المفروض ان هي حاجه ملهاش اي لازمه، بس هم خلوها فعلا ليها لازمه. يعني الشكل اختلف تماما. يعني لما تيجي تشحن الموبايل مثلا على ماك سيف وحاطط الموبايل بالعرض، بتلاقي ان شكل الساعه واخد الموبايل بالعرض ومالي الشاشه كلها، فشكل الموبايل بقى احسن كتير، تقدر تشوف الساعه من بعيد جدا. وطبعا عاملين شويه تصميمات رائعه للساعه تقدر تغير فيها بسهوله، وحاطين شويه ويدجتس علشان برضو تعدلها طبقا للاهتمامات بتاعتك. يعني مثلا عاوز تظهر الطقس، عاوز تظهر الكالندر، اي حاجه. وكمان من المزايا اللطيفه في الستاند باي ان هو ممكن يظهر لك معلومات هو شايف ان هي ضروري ان هي تظهر لك دلوقتي، زي مثلا انك انت متابع فريق معين او بتحب فريق معين وهو بيلعب ماتش دلوقتي، فيظهر لك النتيجه بتاعه الماتش ده على الشاشه، او يقول لك على مكان الراجل بتاع الدليفري اللي انت عامل اوردر ليه من شويه، او يفكرك بميعاد وراك. فانا شايف ان هم عاملين تعديلات قويه جدا في الستاند باي. وكمان كده تحديث على الماشي على الخرائط بتاعه ابل، انك انت تقدر تعمل داونلود او تحمل على الموبايل بتاعك شويه خرائط بتاعه مدينه معينه علشان تقدر تستخدمهم وانت اوفلاين بدون انترنت. طيب السؤال الثاني المهم، انا امتى اقدر انزل الايوس 17 على الموبايل بتاعي؟ حاليا الايوس 17 نازل فقط للمطورين، يعني متاح النهارده للمطورين. بعد شهر هتبقى نسخه تجريبيه برضو، بس هتبقى نسخه عامه اي حد يقدر يستخدمها، وهينزل هيبقى متاح النسخه النهائيه لكل الاجهزه، هيبقى في شهر 10 ان شاء الله. طيب انا انزل النسخه اللي هتنزل مثلا بعد شهر اجربها على الموبايل بتاعي؟ انا ما انصحكش قوي انك تعمل الخطوه دي، لان عاده النسخ دي بيبقى فيها مشاكل كتير، فهتلاقيها مش مستقره مع الموبايل بتاعك. لو عندك ايفون تاني ممكن تنزل عليه الايوس 17 اللي هينزل الشهر الجاي، تقدر تجربه براحتك بعيدا عن الجهاز الاساسي بتاعك. طيب الايوس 17 هينزل على اجهزه ايه؟ طيب ابل رسميا بتقول ان الايوس 17 هينزل على الاجهزه دي، اللي هي ايه؟ اللي هي الايفون الاس اي السكند جنريشن، هينزل على الايفون الاكس اس والاكس اس ماكس والاكس ار، وانت طالع لحد الايفون 14. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان التليفونات اللي هي زي الايفون 8 والايفون اكس للاسف مش هينزل عليهم الايوس 17. بس كده. ويا ريت بقى تقولوا لي في الكومنتات ايه اكتر ميزه من المزايا دي حلوه، او انت شايف ان انت هتستخدمها اول ما ينزل الايوس 17.